سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي اليوم غادي نشارك معكم هذه الغريبه. كتجي هشيشه وسهله واقتصاديه، كتعطي كميه مزيانه ديال الغريبه. هاد الغريبه معروفين بها الناس ديال اسفي. المهم نتمنى ان شاء الله تعجبكم. المقادير اللي غادي نحتاج: عندي 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان سنيده، كاس ديال الكوك يكون نوعيه مزيانه، 4 ديال الزبده، قبيصه ديال الملحه، قشور ديال الليمونه محكوكه، 4 د البيضات، والدقيق يكون نوعيه مزيانه ويكون مغربل، 2 ساشي ديال الخميره، 1 ساشي د الباني. وبالنسبه لهاد البيضه وقهوه سريعه الذوبان غادي نخليوهم للتزيين. دابا غادي ناخذ قصريه اللي غادي نخدم فيها، غندير فيها قبيصه د الملح، وغنزيد سنيده، نفس الكاس اللي عبرت به السنيده والزيت والكوك كنعبرو بالكاس ديال العنبه. المهم الكاس يكون قياس واحد وصافي. وغادي نزيد الزبده. هنايا الزبده خدمت بالزبده مارغرين. هنايا الزبده كانت عندي بارده، داكشي علاش قطعتها طريفات باش تجيني سهله في الخدمه. نزيد 1 ساشي د الفاني، وغادي نخدم مزيان هاد الزبده مع سنيده. غادي نزيد الزيت، نخدي 2 كيسان. دابا غادي نزيد البيض، وغادي نخدم الخليط مزيان. غادي نزيدو قشور ديال الليمونه حامضه، ممكن قشور ديال الليمونه محكوكه، ممكن نعوضوها بالقشره ديال الحامض. ونزيدو الكاس ديال الكوك يكون مطحون ويكون نوعيه مزيانه، يكون داك الكوك اللي كيكون ميدم، ما نديروش داك الناشف، ما كيجيش زوين في الحلوه.
وغنزيدو الدقيق، نبقاو نزيدو شويه بشويه. نديرو دوك 2 ساشي ديال الخميره، 2 خمارات من فئه 8 غرام. هنايا خدات لي 3 زلايف كبارين ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق كتبقى الكميه على حسب الحجم ديال البيض. كنبقاو نزيدو شويه بشويه. العجينه ما تكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما تكونش كتلصق هكا في اليد، تكون العجينه رطبه. ملي نكونوا نكوروا فيها تكور لينا بسهوله. العجينه خصها تجي بحال هكا، ما كتلصقش في اليد وفي نفس الوقت كتكون رطبه. ناخذ الطاوه وغادي نكوروا الكويرات من العجين يكونوا حجم واحد. غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى غادي نسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي. وغادي ناخذوا بيضه مطربه مع شويه ديال قهوه سريعه الذوبان باش كتحيد ديك الزفوره ديال البيض وكتعطي تلوين زوين. غادي ندهنوا الوجه ديال الغريبه كامله. والتزيين كاين اللي بغى يزين بكاوكاو داك الصغير اللي كيكون بلدي، اولا نزينو باللوز. انا راه درت شي وحدين باللوز وشي وحدين بالكاوكاو، غير باش نوريكم الفرق اللي ما بين اللوز والكاوكاو. اللي عنده اللوز يديرو، اللي عنده كاوكاو يدير. وهنا الفران يكون مشعل من قبل، والعافيه تكون شاعله غير من الفوق بحال الطيب اللي كنطيبوا فيها الغريبه البهله، حتى كتشقق من الفوق وتحمر عاد كنشعلوا فيها من التحت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه. هنايا التصوير ما عطاش حقه حيت صورته في الليل والاضاءه ناقصه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بصحه والراحه.